أنا اسمي محمد جلال حسين رضوان، مواليد 53. سبت التعليم وأنا من ابتدائي. حبيت أشتغل مهنة النجارة لأن أنا أصلا هويتها، لأن فيها فن. ابتدأت أشتغل في النجارة وأنا كان عندي في حدود 15 سنة. اتعلمت مهنة النجارة كويس قوي، في بعض ورش من ناس كويسين قوي. رحت أشتغل في مكنة بعمل فيها شغل، اتخبطت فيها، عمل لي انفصال شبكي، ما عرفتش الا بعد فتره معينه. ابتدى نظري يضعف لما فقدت بصري. يعني 21 سنه مبصر، 20 سنه ضعيف النظر، 20 سنه كفيف. ادي 3 مراحل اللي عشتهم في حياتي. كان كل همي بعد ما فقدت بصري او نظري ضعيف ان اعلم ولادي. أنا عملت 12 عربية شاي، 6 سراير، عندي 14 ترابيزة أنتريه، ترابيزات برضه غير نمطية، ما لهاش رجل كده، لا رجل دوران وفيها حاجة زي حربة، حاجة برضه معقولة. كل الشغل اللي عندي دوت أنا مفصله قبل ما أعمله. سألني أي خشبة فيها كام مسمار، أقول لك فيها كام مسمار. أنا ما عنديش أي حاجة تضايقني إلا التسويق. التسويق هي دي الحاجة الوحيدة. أنا لا أتمنى إن أموت لا إما وأنا بشتغل لا إما وأنا بصلي. أمنية حياتي نفسي أعمل معرض، بس معرض لكل المكفوفين والمعوقين زي بعضه، ولكن جميع المكفوفين ينتجوا. طبعا كل واحد ينتج اللي بيعمله. النجارة دي شيء غير عادي، هي كرامتي، هي حياتي. النجارة هي محمد جلال. لو ما فيش نجارة بالنسبة لي يبقى ما فيش محمد جلال.